معلش اتاخرت عليك يا حاج. كنت فين؟ كنت في الكوافير مع الست هانم الكبيره. بتعمل ايه؟ كانت بتعمل وشها. رجع رجلك ورا، اوعى تخش من على البوابه. ماشي خلاص ما تزقش، هو هيتاخر جوه. ومش لسه داخل قدامكم مرات الحاج؟ ايوه لسه داخل. خلاص استنوا محمود بقى. طيب انت عملت ايه في موضوع السواقين؟ السواقين واقفين بره مستنيين بس ان انا اقول لهم ادخلوا، واختبرتهم الاثنين والاثنين بيعرفوا يسوقوا قدام وورا. تمام؟ تمام. طب دخلهم لي واحد واحد. تحت امرك يا عم الحاج. بس بقى عشان محمود جاي هناك اهو، ما اتكلمش معاكم في حاجه. تمام تمام خلاص مفيش اي حاجه. السلام عليكم. السلام انت اسمك ايه؟ اسمي يوسف. تعال خش. اسمك ايه؟ عبد الله. طيب ماشي. طبعا انتوا اختبرتوا وانت بتعرف تسوق وانت بتعرف تسوق. بقى انت قلقني بقى على الصبح وبترن عليا عشان 200 مليون سلف. يا عم انت بتستهبل. ما انا مديك 50 مليون السنه اللي فاتت وما طلبتش حاجه منك. الراجل ده بيدفع مرتبات 7000 جنيه. 7000 جنيه؟ آه. طب طبيعه الشغل ايه؟ طبيعة الشغل الراجل ده عنده شركة. بيصحى الصبح الساعة 7:30 يروح الشغل. بعد ما توديه الشغل بتيجي. تمام. تودي الأولاد المدرسة تمام. وترجع. وبعد كده بتاخد الست هانم توديها يعني تشتري طلباتها والكلام مشاورها ده. مشاور تمام. انت فاهم انت اقصد ايه؟ افضل تحت البيت على طول. بس مش هتفضلوا تحت البيت لأن الشغلانة دي هتعوز واحد بس. ان شاء الله ان شاء الله. يا هيختارك اختار. يا هيختارك. ما تدخلش الصحوبيه في الشغل. سلف؟ لا، سلف تلف والرد خساره. ده يا عم ما يجوش حاجه في عربياتي. انت بتتكلم في ايه؟ شكلك زعلت يعني؟ ازعل يا عم. هو الراجل عايز يشوفكم والكلام ده. حضرتك. مفيش اجازات. جوه ترد على قد السؤال. تمام خلاص؟ تمام. اقفل البوابه وكهرب سور الفيلا محدش يخش. اتفضل يا بيه اتفضل. انا قاعد اسايس فيك لغايه امتى؟ زي ما قلت لكم يا جدعان الراجل ده خلقه ضيق. تمام يا باشا. الرد على قد السؤال. تمام ما نكترش في الكلام. خليكوا هنا. ماشي. مين دول؟ دول السواقين اللي قلت لحضرتك عليهم يا حاج. اختبرتهم؟ اختبرتهم. طب انا عايز اسال كل واحد لوحده، خد واحد وسيب لي واحد. طب ما تسالهم قدام بعض. اسمع اللي بقول لك عليه. طيب كترش في ماشي. الكلام. الاولاني ده اسمه يوسف. تعال لي. حضرتك يا بيه. خد التاني ده واركن. تعال. ماشي يا حاج انا جنبك هنا. قلت لي اسمك ايه؟ اسمي يوسف حضرتك. يوسف حضرتك، حلو الاسم. اشتغلت سواق قبل كده يا يوسف؟ لا اشتغلتش. اشتغلتش لا. جاي تجرب فيا يعني. لا لسه مطلع رخصه. طيب ما علينا، نفترض دلوقتي ان ربنا كرمك وكتبت لك وبقيت شغال سواق معايا، تمام. واحنا ماشيين على الطريق لا قدر الله طلع لنا جماعه من اللي بيقطعوا الطرق، الجماعه دول ايوه